انه الناس متصورين ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها سماحه. انا عايز اقف على دي يا شيخنا، مهم. لا الكلام ده كلام غير صحيح. لانه التوضيح من حضرتك هيبين للناس نقطه مهمه جدا. هل الاسلام كله والشريعه كلها رقه ولين وتسامح واخاء وحلاوه وعسل، ومفيش حاجه خالص في الشرع ولا في حياه رسول الله تثبت انه بتكون في غضبه تستوجب ردا تستوجب غلظه؟ بس طبعا الكلام ده اللي يقول هذا الكلام يبقى جاهل، يبقى جاهل بحقيقة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما الشاعر عمرو بن أبي عزة أو لما قال لي يا محمد كن خير آخذ في المرة الثالثة، قال لا أدعك تمشي في طرقات مكة وتقول خدعت محمد وقتله. نعم. لما قال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله وأرسل إليه من يقتله. كذلك أبو رافع تاجر أهل الحجاز، نعم. أرسل إليه من يقتله، واخد بالك. وكمان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في غزوة من الغزوات ستهب ريح عاصف فلا يقومن أحد، 2 قاموا فحملتهم الريح إلى جبال طي فلعنهم، سبهم ولعنهم النبي عصوا أمره عشان عصوا أمره، تاخد بالك. وفي وقائع كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم سب فيها وغضب وأمر بالعقوبة. وانتم العرب كفار والمسلمين كفار ومارقين وان محمد ما هو نبي، قالوا لي بهالشكل، والقرآن قالوا لي هذه شريعة حمورابي. كذابين انتم، ما في قرآن. الله عمره ما يخاطب العرب. ليش؟ لأن العرب حقراء، ما يخاطبهم الله. الله يخاطب اليهود بس وبني إسرائيل والمسيحيين.